أبدأ ببداية الخطبة التي ألقاها صلاح الدين في أول جمعة انتصر فيها على الصليبيين. أبدأ بجزء منه ثم أكمل إن شاء الله. وحيث بدأ قال: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومديم النعم بشكره، ومستدرج الكفار بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. إلى هنا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أصحاب السعادة والسماحة والفضيلة، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني جدا ويشرفني حقا أن أكون مع حضراتكم في هذه الندوة المباركة، وبخاصة في عصر ليس حديثنا مجرد كلام، وإنما يصدق هذا الكلام الجهاد بفضل الله سبحانه وتعالى في فلسطين، ونجاحهم بفضله ومنه نجاحا كبيرا، كما عبر عن ذلك الأخوان الحبيبان الأستاذ خالد وأستاذ زياد. فإذا نحن اليوم بإذن الله تعالى في بداية الطريق، ونحن كذلك محتاجون جدا إلى أن نستفيد من الآخرين، وبخاصة من قادتنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بل أكثر من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى جعل النجاح والاستخلاف بالتوارث. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. وفي قضية الأرض المقدسة أيضا تحدث القرآن الكريم عن التوارث. قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها. أرض فسرت بتفسيرين: الأرض هي الأرض المقدسة معرفة، أو وهذا دليل على أن اليهود لم يبق لهم حق، لأن هذه القضية قضية دينية، هم تنازلوا عنها، قالوا لن ندخلها أبدا. فبالتالي أن الأرض يرثها عبادي، يرثها ما قالش يأخذها، يعني معناها توارث تراكم، مثل ما قال أخي الحبيب أستاذ خالد، وكذلك أكده أستاذ زياد: يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القوة والرحمة. قبل أن أتكلم بإيجاز شديد حول الموضوع الذي أريد أن نتحدث فيه، لا يسعني نحن في هذا المجال إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء العاطر لإخواننا في معهد صلاح الدين وفي حزب هدى على هذه الجهود المباركة، ولأخي الحبيب مقدم الندوة الأستاذ سعد الدين، فجزاهم الله خيرا. إنني حقيقة أتحدث وحسب الوقت المتاح بإذن الله تعالى عن شعارين أساسيين رفعهما صلاح الدين. هذان الشعاران لا زالا هما شعار المعركة، لا زالا هما شعارا أو شعاري المقاومة والجهاد هما. وهذا ما قاله محمد أمين الأنصاري حينما جمع قادته صلاح الدين في بعد طبعا انتهاء دولة يعني فاطمية كما يسمى، وليست دولة فاطمية حقيقة، كانت دولة عبيدية عموما. فقال: علينا أن نهتم بأمرين أساسيين، أن نهتم يعني، وأنا لخصت كلامه بهذين الشعارين: من التوحيد إلى التحرير.
ومن الجهاد إلى الاجتهاد. وطبعا بالتأكيد يقصد بالتوحيد هنا أولا توحيد الله سبحانه وتعالى الذي ينبثق منه توحيد الأمة الموحدة، ولذلك رب العالمين قال في أسباب النصر: والذين ينتصرون في القدس وصفهم عبادا لنا، عبودية خالصة لله سبحانه وتعالى، وهي لا تتحقق إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهي كلمة أيضا شاملة، هذا من عظمة القرآن، لتوحيد المواقف والكلمة والثوابت والتخطيط وتوحيد التخطيط، ولتوحيد الأمة في عبوديتها لله سبحانه وتعالى دون خضوعها لأي مستكبر أو متجبر. كذلك التحرير هنا الذي قصده صلاح الدين، قال: أريد تحرير من يحرر الأقصى، تحرير من يحرر الأقصى، ثم هؤلاء الذين يتحررون من العبودية لغير الله سبحانه ومن الذل وغير ذلك، هؤلاء هم يكون لهم الشرف. وحتى في خطبتي أشار إن هذا الشرف شرف عظيم، وإني لو وضعت رأسي على الأرض إلى يوم القيامة لما أديت حق الله على أن أكرمني بهذا الشرف. فلذلك لماذا؟ لأن من يحرر الأقصى لا يمكن أن يكون إلا من هو مرتبط، كما قال أخي أستاذ خالد في مواصفاته الجميلة وعبره الجميلة في هؤلاء الذين يتزكون حقيقة، والله سبحانه وتعالى يزكيهم. فلذلك قال: نحرر من يحرر الأقصى ثم نحرر الأقصى. إذن نحن فعلا، والله هذه الكلمة أنا في اعتقادي تستحق أن تكتب بماء الذهب. هناك دول عندهم أموال، عندهم أسلحة، ولكن سبحان الله يقبلون بالذل. والله بعض الذل لن يقبله رجل عادي من أهل القرية، فما بالك بأشخاص محترمين، ولكن لأجل المال لأجل الجاه بالذات يقبلون. فلذلك الذي يحرر الأقصى لابد أن يكون متحررا تماما مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. وحتى بالمناسبة صلاح الدين أهميته لم يكن مجرد القول، فانظر إلى ماذا فعل لما كان هو قائدا ومجاهدا مع نور الدين الزنجي. قال له وهو شاب، قال: يا صلاح يا سيدي نور الدين، كان يحترمه ويعزه وهو امتداد له بكل ما تعني الكلمة. قال: لن نستطيع أن نفعل شيئا إلا إذا حررنا العلماء. هذا ذكره الإمام السيوطي في مخطوطة أنا نشرتها حقيقة، ليست معروفة هذه المخطوطة للإمام السيوطي، ولكني نشرتها في كتاب حقيقة. ماذا يقول؟ يقول: ناقش نور الدين الزنجي، قال: طيب كيف نحررهم وهم متحررون؟ قل: شوف يا الذين إما أن إذا كان أرادوا أن يعيش العالم، إما أن يقف فقيرا مثل ما قال قاضي المالكي مسكين خرج من بغداد، قال: والله لو وجدت ما أجعل أنا وأهلي بس يأكلون ويشربون ما خرجت بغداد، ولكني بين أمرين: إما أن أقف أمام السلاطين والوزراء والخلفاء أو أبقى فقيرا هكذا. فقال صلاح الدين: إذن لابد أن نحقق. كيف نحقق؟ قال: نحن نوقف أموال الدولة، أموال الأمة عليهم. قال: طيب الوقف للملكية الخاصة، لأن نور الدين الزنجي بالمناسبة كان حنفيا، وهو المذهب الحنفي لا يجيز الوقف إلا من مال مملوك ملكية تامة. فقال: مهما كان يا سيدي نحن نعمل لهم. فاستعان بذلك بالقاضي ابن عصرون. فابن عصرون قال لصلاح الدين: دعاه، قال: أنا عندي مشكلة، بس كيف أحل وأقنع به نور الدين الزنجي؟ قال: نسميه الإرصاد، فالوقف للمال الخاص والإرساد للمال العام. ثم جمع قاضي حتى يكون ابن عصرون علماء الحنفية لأنهم مهم، وعلماء المالكية والشافعية والحنابلة أيضا،
فاتفقوا على أن الخليفة، هذا كلامهم، أن السلطان العادل يمثل الأمة، وبالتالي الأرض أرض الأمة، وبالتالي يستطيع السلطان أن يوقف وأن يخصص لجهة عامة وليست لجهة خاصة. فأوقف أحسن المناطق للمدارس وكذلك للعلماء، وأصبح للعلماء أموالهم الخاصة، لم يكونوا بحاجة إلى أن يقفوا أمام السلاطين. فلذلك هذا يعني حقيقة أهم عمل عمله صلاح الدين. وهذا سوف أنتقل إلى الهدف الثاني. ولذلك صلاح الدين حقيقة لم يكن مجرد رحمة الله عليه رغم رقته مثل ما قال أخي الحبيب وتواضعه، لكنه كان مخططا تخطيطا غريبا، بالإضافة إلى شدته وقوته وقدراته البدنية والفكرية. لكن أولا كانت الأهداف عنده واضحة، وبنى الجيش على هذه الأهداف، على العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحرير القدس والأقصى والدفاع عن الأمة وتوحيد الأمة، واضح جدا. ولكنه على سبيل المثال كان له إبداعات عسكرية جدا. أنا بنفسي لما دخلت قلعة عجلون، يا ليت تدخلون يا إخي، هو الذي بناه شيء غريب جدا، فيه 7 يعني مراحل لقضية الدفاع، ويستطيع 123 شخص أن يدافع لمدة 6 أشهر حتى ولا يحاصروا. شيء غريب جدا لو حضرتكم دخلتم فيها، بالإضافة إلى قضية دقة القلاع وما أشبه ذلك. أيضا هو تفكيره لما كان في دمشق بالمناسبة أنشأ جماعة الفتوة شباب. ماذا دورهم جماعة الفتوة؟ هم يروحون بالليل يحرسون الحدود. أي شخص من هؤلاء العملاء يذهبون إلى هؤلاء يعني المحتلين الصليبيين، كان هؤلاء يأخذونه ويأتون به إلى دمشق في ذاك، ثم بعدين يأتون به إلى صلاح الدين. فاجتمعت عند صلاح الدين كما قال أخي الحبيب دكتور أستاذ حقيقة أستاذ خالد، لكنه هذا تفصيل وتأصيل لبعض ما قاله. فيأتون به، وبالتالي طلعت عنده مجموعة من الرسائل من كبار قادة حتى وأمراء مع نور الدين الزنجي. ولذلك لما نور الدين الزنجي طلب منه الاستعجال بتحرير القدس وعاتبه عتابا شديدا، سيدنا نور الدين عاتب صلاح الدين عتابا شديدا، لم يستطع أن أرسل عمه، لسه في البداية لم يمت عمه، وأعطاه هذه الرسائل. قال شوف، حتى أمير حلب، أمير فلان، أمير رقة عندهم رسائل. حقيقة ودهش وصدم نور الدين الزنجي أن يكون قادته بهذا الشكل. فلذلك هذه الدقة حقيقة رغم رقته. شوف كيف كان يفكر. هذه جماعة الفتوة حقيقة ذكرها كثير من العلماء، وحتى ابن كثير ذكره. كذلك أيضا في قضية الإبداع الإعلامي في ذلك الوقت، عمل في تقريب المسافات بحالتين: أولا استعمال الحمام الزاجل، والأمر الثاني القلاع وإشارة القلاع. مثلا إذا هم أوقدوا النار فهذا معناه أن العدو هاجم، إذا رفعوا أعلام وأشياء كثيرة جدا. فكانت الرسالة التي في الأمور الأساسية كانت تصل إلى صلاح الدين خلال ساعة ساعتين من الزمن، كان يدرك ما الذي يحدث. وكما قال أخي أستاذ خالد كان أيضا عنده علم بما يحدث. ولذلك أيضا من دقته لما يعني العلماء بالذات طلبوا أن يسمي ضد الصليبيين امتنع عن هذه الكلمة، قال لا، حربنا ضد الفرنجة. قالوا لماذا؟ قال لأنه أولا دول احنا نعطيهم قيمة لما نقول إنهم حاربوا لأجل الصليب مهما كان، فلذلك لا نعطيهم هذه القيمة. حربهم ليست حربا دينية، حرب اقتصادية، حرب سياسية، حرب كذا. ثم قال أليس بعض إخواننا ممن ينتسبون إلى الصليب أليسوا معنا؟ قالوا بلى. قالوا إذن كيف نحن نسمي صليبيين؟ شوف دقة. حقيقة هذه الأمور كلها يجب أن نقف عنده. الشعار الثاني إن شاء الله لن أطيل: من الاجتهاد إلى الجهاد.
صلاح الدين قال يعني الجاهلة لا يمكن أن تنتصر، حتى لو انتصرت لا لابد أن، ولذلك كما يقول بعض المؤرخين، يقول وصلت التوعية إلى الشباب، إلى الأطفال، يعني كانوا يتعاركون في الشوارع ويراهنون على قضية القدس، من فاز يكون جديرا أن يكون مثلا في جيش صلاح الدين، في دمشق، في بغداد، في ديار بكر، في آمد، كانوا يسمون آمد في ذلك الوقت. والنساء كما القصة معروفة ذكرها بأنه نساء يعني قدمنا هذه عصارة كذا. فلذلك حقيقة صلاح الدين نحتاج فعلا مثل ما قال الأخوان جزاهم الله خيرا، وأنا حقيقة فرح بما يقولون، أنا أطلب حقيقة من الأمة دراسة منهجية مرة أخرى بارك الله فيكم. لتخطيط صلاح الدين، وجزاهم الله خيرا، وأشكركم وإني أخاف أنني قد أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.